اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن برنامج مهم جدا، والبرنامج ده اصبح مهم حاليا عشان خاطر طبعا التقلبات اللي بقت موجوده في السوق من حيث اسعار الذهب واسعار الفضه واسعار طبعا الدولار، قصدي كمان مش الفضه، قصدي اسعار الذهب واسعار الدولار. والناس اللي متابعين تقلبات اسعار الدولار والذهب، البرنامج ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لهم، لانه البرنامج ده بي يعني بيجيب لك التحديثات الخاصة بأسعار الدولار والذهب من وقت للتاني داخل السوق المصري أول بأول. البرنامج زي ما هو ظاهر قدامنا على الشاشة اسمه الصاغة. تمام، برنامج الصاغة بالإنجليزي، وهو طبعا ترجمته بالعربي الصاغة. تمام كده. طب ازاي البرنامج بيشتغل؟ برنامج بسيط جدا وسهل جدا، كل اللي احنا هنعمله بنضغط على الأيقونة دي كده هيفتح معانا زي ما احنا شايفين. جايب لك كل حاجة قدامك هنا، زي ما احنا شايفين اسعار الدولار، هنا اسعار الذهب. طبعا الناس اللي مهتمة بالمنتجات الفضية او المنتجات الذهبية، زي مثلا التحف الفضية اللي من فضة، او التحف اللي هو من الذهب والحاجات دي كلها. ودي طبعا بعض المقالات والاخبار الخاصة باسعار الذهب والدولار والحاجات المؤثرة فيها. وهنا كمان المنتجات الماس، طبعا ده الناس المهتمية بالموضوع ده. طيب انا دلوقتي لو انا مثلا على سبيل المثال عايز اعرف سعر الذهب حاليا في السوق كام، بضغط على الايقونه دي كده بسهوله جدا. تمام، اهو ضغطت مش عليها. مستاهله نجيب حد ده بيطلع اعلان بس المخرج اللي هنعمل جواه. له سكيب. ظهر قدامنا هو جميع اسعار الذهب بجميع الفئات بتاعته، من اول عيار 24، سوري، من اول عيار 24 لغايه اقل عيار فيه اللي هو عيار التسعة. وكمان في سعر الجنيه الذهب بكام، سعر أونصة الذهب بكام زي ما احنا شايفين. تمام. لو احنا عايزين نتكلم في سبائك او عايزين نتكلم في سعر جنيه الذهب، او كمان بقية الاسعار اللي موجودة من اول عيار 21 فوانت طالع، كل ده موجود. طبعا اللي على الشمال هنا ده المكان اللي هنا ده تقلبات الاسعار اللي كانت موجوده. يعني مثلا هو بيقول لك هنا ان السعر زاد، المؤشر الاخضر، بس السعر زاد. اوقات بيقول لك ان السعر بيبقى اقل، مثلا بتلاقي المؤشر اتحول من اخضر لاحمر، فبيقول لك والله مثلا هو قال مثلا معدل ايه، هنا زاد معدل 10 جنيه مثلا في الايه، في الحاجات، في السعر اللي قدامكم. تمام كده. يعني هو زاد هنا مثلا، يعني مثلا 24 زاد بمعدل 11 جنيه ونص، ال 22 زاد بمعدل 10 ونص، ال 21 10 جنيه، وهكذا. ماشي. برضو لو انا عايز اعرف سعر الدولار، هنطلع من ده، هنعمل نرجع تاني من الزرار اللي تحت ده، كل اللي تحت ده نضغط على الزرار ده هو كده باك. هتجينا تاني الواجهه الرئيسيه الخاصه بالبرنامج. لو عايز اعرف سعر الدولار هضغط على سعر الدولار، جاب لي هنا سعر الدولار في البنك المركزي والمصري، وجاب هنا ان هو زاد مثلا بمعدل 4 قروش، زاد بمعدل ايه وهكذا ده. وجاب هنا سعر البيع وسعر الشراء عشان برضو الناس اللي مهتمين بسعر البيع والشراء. البرنامج ده طبعا زي ما انا قلت لكم مهم جدا اليومين دول، الناس اللي متابعه فروق الاسعار، او الناس اللي متابعه اسعار الذهب والفضه في داخل السوق المصري من حيث التقلبات. كمان بيحدد لك سعر الذهب كام، بحيث ان انت لو نزلت السوق حد مثلا حب مثلا ان هو يضحك عليك في سعر الذهب او كلام من ده، لا انت معاك السعر الخاص بالصاغه اللي هو بيشتغل عليه، اللي هو اساسا يعني المفروض بيبيع ويشتري بيه. فتخلي بالك كويس قوي وانت بايه، انت معاك برنامج، البرنامج ده يقدر ان هو يحدد لك الاسعار، فيمنع عنك ان حد ينصب عليك في السعر، او ان هو يبيع او يشتري فيك بشكل ايه او باخر. طبعا مع خلاف المصنعيه الخاصه بكل منتج، لان في مصنعيه بتفرق من منتج لمنتج، فدي بتبقى ما ايه، بتفرق عن سعر الذهب ذات نفسه. لكن على الاقل تبقى انت عارف سعر العيار كام، بحيث ان انت لو حتى لو نزلت ده بيبقى فيه طبعا يعني بتبقى انت عارف الاسس بتاعتك ماشيه ازاي. حتى سعر الدولار برضو بتبقى انت عارف الاسس بتاعته في البنوك ماشيه ازاي. هسيب لكم اللينكات الخاصة بالبرنامج تحت في أسفل في صندوق الوصف. وكمان في لينك خاص بالموقع الخاص بالموقع بتاع الخاص بقناة بنكاوي. أرجو إن انتوا تعملوا لها زيارة، برضو هتلاقي لينكات التحميل الخاصة بالبرنامج عليه. يا ريت كمان تعملوا شير كتير جدا للحلقة، وانتوا شايفين حلقة مفيدة، ولايك كتير جدا للحلقة عشان خاطر نقدر نستمر في الدعم ونقدر ندور على برامج أكتر زيادة. من وقت للتاني أنا بعمل حلقات بحاول إن أنا يعني أفيد بيها المتابعين بتوعي، حتى المتابعين الجدد، الناس اللي لسه أول مرة يتفرجوا على الحلقة، سبسكرايب للقناة بسرعة جدا، ولايك برضو وشير للحلقة. لو الحلقة فادتكم، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله بكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.